في الأيام الماضية قرأت حديثا، هذا الحديث والله ثم والله ثم والله لو تدبره الإنسان لطاش عقله. حديث من أغرب، اسمع، من أغرب الأحاديث النبوية التي قرأتها في مشوار حياتي. أنا حتى كتبت الحديث ده قدامي كده وحتى بصله، كلام غريب وكلام عجيب جدا، والذي قاله هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. بس قبل ما أقول لك الحديث ده عايز أقول لك، تخيل معايا كده راجل كتب الله عز وجل عليه أن تحدث له حادثة مروعة بسيارته، نسأل الله السلامة والعافية. الله عز وجل كتب على هذا الرجل أن تحدث له حادثة مروعة بسيارته في يوم السبت بين الظهر والعصر. ده بنتخيل يبقى الراجل ده هتحصل له حادثة إمتى؟ بين الظهر والعصر. خرج هذا الرجل من بيته، فتح باب سيارته ثم ركب، وقبل أن يمشي رفع بصره إلى رافع السماء بلا عمد، ورفع يديه وقال: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبلغني المكان الذي أريده، وأن أصل إليه في تمام الأمن والأمان وكمال العافية والسلامة. ثم مشى بسيارته بين الظهر والعصر في الميعاد اللي هو بتاع إيه؟ بتاع الحادثة المروعة اللي ربنا كتبها عليه. ربنا كتب عليه إنه يعمل حادثة في المكان الفلاني في الوقت الفلاني. الراجل ده يا جماعة أجهل خلق الله بعواقب الأمور، محدش يعرف الغيب إلا الله. يمشي بسيارته، وكلما اقتربت سيارته من المكان اللي هيحصل فيه الحادثة قضاء الله عز وجل المكتوب ينزل. مكتوب فيه إيه؟ إن الراجل ده يعمل حادثة هنا، تمام؟ كلما اقترب من هذا المكان ينزل القضاء، وبينما القضاء ينزل إيه اللي طلع للقضاء؟ دعوات هذا الرجل التي دعا بها في سيارته. إيه اللي طلع للقضاء؟ دعوات هذا الرجل التي دعا بها في سيارته. القضاء ينزل والدعوات تصعد والرجل يقترب. القضاء ينزل والدعاء يصعد وهذا الرجل يقترب من مكان الحادث حتى وصل إلى مكان الحادث، ثم مر بكمال الأمن والأمان والسلامة والعافية وما حدث له مكروه. وصل هذا الرجل إلى المكان ووصل إلى بيته وعاش طيلة حياته. وإيه اللي بيحصل في السماء؟ أقول لك كده، بيسموها عركة أو شكلة أو مصارعة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغة العرب. إيه اللي بيحصل؟ ظل الدعاء يتصارع مع القضاء. القضاء عايز ينزل والدعاء بيقول له مش هتنزل. يظلان يتصارعان ويعتلجان حتى قيام الساعة أو إلى يوم القيامة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده الحديث اللي أنا جاي بقول لك عليه النهاردة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحديث صحيح عند الحاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن البلاء لينزل. ركز معايا، إن البلاء إيه؟ لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة، أي يتصارعان. عارف أنت واحد شاعر بيقول: إني أقاتل بالدعاء وإني بإذن الله منتصر. نعم، الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء هو وقود المؤمن. بعض الناس يا جماعة ما يدعيش ربنا، وبعض الناس أنا بقول لك أهو يزدري الدعاء، تلاقيه ما بيدعيش ربنا. والله العظيم أنا أعرف ناس كده، أعرف ناس بادئين من الصفر والوقت ما شاء الله لو قلت له أنت مليونير يبقى أنت كده بتشتمه. راجل معاه فلوس أكتر من الدقيق، مش فلوس زي الرز، تمام؟ ما يدعيش ربنا ليه يا عم؟ أنا بادئ من الصفر، فهلويتي وذكائي وعبقى، أدعي ربنا ليه؟ أنا راجل بفهمها قبل ما تطير مش وهي طايرة. في بعض الناس كده. الإمام الشافعي في الديوان بتاعه بيقول إيه؟ بيقول: أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري ماذا صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. مسألة الدعاء يا جماعة، الدعاء الله عز وجل يرفع به البلاء. ما تنساش الجملة دي، لنا رب في السماء يرفع البلاء بالدعاء.